من يوم ما جوزي جاب الكلب يربيه على السطح وانا قلبي مش مرتاح. يعني فجأة كده قرر يبقى منقذ للحيوانات، ده اللي كان بيخاف يعدي من جنب قطة نايمة. بس قلت ماشي، يمكن الراجل اتغير، يمكن بقى في عنده رحمة. انما الحقيقة كانت اكبر من كده بكتير. وفي يوم وانا بنشر الغسيل فوق سمعت باب السلم بيتفتح، وطلعت لقيت المفاجأة اللي خلت الدم يغلي في عروقي. هاي، ازيك يا مدام؟ انا جيت اخد لولو. لولو مين؟ الكلب بتاعي، كنت سايباه عند جوزك لما كنت مسافرة في المصيف. جوزي؟ هو اللي عرض ياخده، وحياتك قال لي ما ينفعش تسيبيه لوحده، وهو عنده سطح واسع وكله امان. امان؟ امان ايه يا بنت الايه؟ هو ناوي ياخدك انت كمان؟ بتقولي حاجة يا مدام؟ ابدا يا اختي، اصل جوزي قلبه حنين قوي على الكلاب وبيحبهم موت. فعلا يا مدام، جوزك كله انسانية. انت هتقوليلي على انسانيته؟ هو انا اتجوزته غير علشان انسانيته؟ بقى الكلب طلع بتاع مدام سامية اللي شعرها ناعم ولبسها كله محزق كأنها جاية من سفارة مش من مصيف، واللي كل الرجالة في الشركة بيحاولوا يخدموها علشان تاخد بالها منهم، والست الوحيدة اللي أنا أصلا مش بطيقها من غير ما أتكلم معاها. وأنا واقفة مذهولة الكلب جري عليها ونط من الفرحة كأنه شاف أمه، وأنا ببص للكلب وبقول برافو يا لولو، عرفت مامتك على طول. نزلت على جوزي وأنا نار مولعة. بقى الكلب اللي على السطح كلب مدام سامية يا حنين. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ الزفتة لسه واخداه ونازلة بيه. مسكينة كان عندها ظروف صعبة وقلت اساعدها. هو المصيف بقى ظروف صعبة؟ ايه ده؟ هي قالت لك؟ ايوه يا حنين. مش كده، سامية كان عندها ظروف وما كانش ينفع تسيبه لوحده. طيب ما انت سايبنا لوحدنا انا وولادك وبنشوفكش غير كل فين وفين، ولا حنيتك دي ما بتبانش غير مع الكلبة والكلب؟ انت بتكبر الموضوع. انا مش بكبر، انا بتقلب وبتغفل بقالي اسبوع اجيب رجول فراخ للكلب واشيل الزبالة بتاعته، وانا فاكرة ان دي هواية جديدة للمحروس جوزي. بس ما طلعتش هواية، طلع هوا دخل من عند مدام سامية. يعني انت ما بتعمليش حاجة انسانية ابدا لوجه الله؟ بس اللي انت عملته ده مش لوجه الله، ده لوجه مدام سامية. قول لي يا روميو، هتاخدني انا والعيال المصيف انت، ولا المصيف ده مكتوب لمدام سامية بس؟